هتلاقي المسرحيه مهتمه جدا بعيله كريل اللي كانت عايشه في نيفادا قبل ما ييجوا لهوكنز. عيله كريل طبعا اللي عندهم ابنهم هنري اللي كان في المسرحيه طالع متوحد وغريب، وده بيأيد لها نظريه بيحب يستكشف كذا حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي استكشفها استكشف كهف قريب من بيتهم. الكهف ده هو كهف نيفادا. وهنا بنيجي لاول نظريه، موضوع الكهف ده يا جماعه اللي ظهر في الحلقه الرابعه كان فيكنا خايف يخشه. النظريه بتقول ايه؟ ان فيكنا اللي هو هنري وهو صغير وهو كان استكشف الكهف ده بالصدفه، وطلع لقى فيه تجارب بتتم فيه. مين اللي بيتم التجارب دي؟ ابو دكتور برينر، الراجل اللي ساب الجيش وعمل التجارب دي بشكل غير رسمي. بالصدفه هنري هيطلع في وقت التجارب دي ما بتتم، وهنري نفسه هيتنقل لدايمنشن اكس. وبعد الحادثه دي هنري بيكتسب قدرات مش طبيعيه، بس بيكون لسه غامض وبيخش المدرسه زي اي طالب. عشان بنشوف مشهد من سيزون 5 لماكس وهي في ذكريات فيكنا وهي بتشوفه فعلا في المدرسه. الذكرى دي كان فيها المفروض مسرحيه هتتعرض، وبنشوف ان اللي هيمثلوا كمان اهل كل العيال اللي ظهرت في المسلسل. بس في نقطة مهمة، بنلاقي ان من ضمن الاسامي اللي هيمثلوا اسم هنري شخصيا، فده يربطنا بنقطة مهمة جدا ان هنري كان على معرفة بالاهل العيال دي كلهم.